اليوم يا اخواتي جايب لكم وصفة الرز بحليب التركي كتير سهلة وكتير طيبة، خليكم معي. اول شي بنجيب 350 جرام رز بنسلقهم طريقة منفصلة. تاني شي بننزل بالحليب تبعنا 10 لتورة حليب. طبعا الكمية رح اترك لكم اياها بالوصف، العفو العيارات للتر الواحد رح اترك لكم اياها بالوصف. هون نزلت بخمس بيضات للعشر لتورة، وبعد هيك 1700 جرام سكر، وبعد السكر رح انزل ببشرة ليمون ومنحرك لحتى ترتفع معي درجة حرارة الحليب ويبلش يغلي. هلأ بوطي تحته النار وبنزل فوقه بالتالي. اول شي بنشيل الليمون يلي حطيناه بالاول مشان ما يتم بقلب الرز بحليب. تاني شي بعد ما استوى معنا الرز بننزل فوقه بالرز. طبعا تأكدوا انه الرز استوى معكم كتير منيح. هلا بنعمل له هيك تحريكة بسيطة مشان ينخلط الرز مع الحليب بشكل صحيح. وهلا بنجيب 475 جرام نشا، معهم 3 معالق فانيليا، 3 معالق اكل طبعا، وبننزل فيهم بالتدريج. انا طبعا ضفت فوقهم نص كيلو حليب او نص لتر حليب، وبننزل بالتدريج يا اخواتي مثل ما انكم شايفين مشان تاخذوا القوام، يعني تكونوا عم تشتغلوا على المضمون مشان ما تنزلوا الكمية كلها ويطلع معكم رز بحليب مجبل كتير. طبعا الرز بحليب التركي في معلومة هن مسووه رايق، يعني مو مثل ما بنساويه نحن. بنساويه نحن سميك، هن مسووه رايق. وانا بصراحة عجبتني هاي الطريقة وحبيتها بالطعم اكثر من الرز بحليب اللي بنساويه نحن. هلا هيك القوام صار معي تمام. شوفوا هن هيك. طبعا بعد ما ينحط بالبراد راح يشد قوامه اكثر من هيك ويصير الرز بحليب. شايفين هذا هو القوام اللي بسووه الاتراك، وراح يشد طبعا بعد هيك. هلا بنجي لمرحلة التعباي. هلا راح اعبيه بالصحون او بالزبادي. هن الاتراك بعبوه بزبادي فخار لانه فوتوه على الفرن، بيعطوه لدعة هيك من وجهه بالفرن. هي اللدعة بتعطي طعم كتير طيبة. واستخدام البيض للمعلومة مشان يعطي هي اللدعة. هو الكل لتر نستخدم له بيضة، بس انا بصراحة ما بفضل كل هالشي كمية البيض، فانا كل لترين بستخدم له بيضة. هلا شوفوا صار مع الرز بحليب جاهز، وهي النتيجة الاخيرة. كتير طيب، جربوه رح تدعوا لي. واذا كنتم الابطال وكملتوا الفيديو الاخير لا تنسوا تسووا لايك وتشتركوا بالقناة مشان توصلكم كل وصفاتنا الجديدة. والسلام عليكم.